بسم الله الرحمن الرحيم. مع هذه الفقرة الأغنية الشهيرة، اتفضلي. أنا مش عايز حد يزعل مني في بداية البث، هو مجرد دعابات وتحفيل بس كان لازم نفتتح اللايف بهذه الأغنية الجميلة. مباراة سريعة وجميلة من النادي الأهلي، بس الزمالك لعب 10 دقايق فقط مع شوية هجمات كده على استحياء. أنا كله مكتوب، يعني أنا التابلت اللي قدامي بيقول إن الزمالك هجم 4 هجمات، واحدة منهم جول، والباقي كله هجوم وسيطرة من النادي الأهلي اللي رجعت له الروح ورجعت له رجعت له كل حاجة. فين الناس؟ أنا مش شايف حد دخل على اللايف، يعني أنا مستني برضو اللايف عشان ما نشرحش كتير على الفاضي. عايز إخواتنا الأهلاوية يجوا معانا عشان يحتفلوا بالنادي الأهلي وما حققه وعودة الروح للنادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي اللي احنا دايما بنفتخر بيه، وده طموحاتنا، وعايزين أكتر طبعا من كده. والزملكاوية برضو يعني يحضروا معانا عشان نعلمهم ونقول لهم هم اتغلبوا ليه. يا جماعة اللايف تمام؟ طيب، عندنا الأخت سمسم اللي هي صاحبة المكيدة بتاعت حصر عليها إنها أهلاوية طبعا، من بيت أهلاوي عريق، يعني هي اللي ظاهرة في اللايف. يعني عايزين الناس تتجمع عشان كله متأيد، كل حاجة متأيدة هنا عندي على التابلت أهو. تابلت أهو، الست الفاضلة المدام. طبعا أنا مش لاقي حد من أصحاب الأهلاوية والزملكاوية كلهم مستخبيين، عشان عايز أوريكم التابلت اللي فيه كل حاجة. يعني أنا كنت قلت إن البث الساعة 11، بس الفرحة، أنتوا عارفين الفرحة العارمة لينا، لأن صراحة بعد الأداءات الهزيلة للنادي الأهلي في المباريات اللي فاتت رغم الفوز في مباراتين، إلا إني خايف طبعا. ما خلاص أنا قلت لهم إن أنت صاحبة المكيدة يا سمسم. رغم إن الأهلي كسب مباراتين، إلا إن الأداء لم يكن مقنعا، يعني كان أداء كده يعني اقتصادي للفوز فقط من غير روح. ومش ده النادي الأهلي اللي احنا متعودين عليه. احنا عايزين الناس تتجمع عشان هنشرح بالتفصيل، كاتبين دقيقة بدقيقة. يلا اخواتنا الأهلاوية، اخواتنا الزملكاوية، عشان نشرح ايه اللي حصل في مباراة القمة رقم 131، وايه اسباب حصر عليها يا حصر عليها. ايوه، حصر عليها يا حصر عليها، ما جت رجليها ما جت رجليها. العنوان الابرز للمباراة: جسمه صغير بس نينجا،
حسين الشحات هو كلمة السر في المباراة. ولد نزل ابن السلام البر طبعا، نزل قلب. طبعا المدام بتقول لي هم مش فاضيين بيعيطوا دلوقتي. لا لا لا، ما ترصيش عليهم كده يا مدام لو سمحت، يعني برضه هم اخواتنا، وبعدين يعني كله سلف ودين، ويوم ليك ويوم عليك على رأي ذكر. فاحنا بنقول كلمة السر الشحات على رأي أخونا المعلق، يعني أيمن الكاشف يقول لك جسمه صغير بس نينجا نينجا. فاحنا كاتبين كل حاجة دقيقة بدقيقة، وهي أسباب إن الأهلي تفوق على الزمالك في هذه المباراة، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. كان الأهلي الأحسن والأفضل على طوال الشوط الأول والشوط الثاني حتى نهاية المباراة. كل اللعيبة كانوا بكفاءة عالية، واكتشاف كوكا في مركز جديد يعني يقول إن المدربين ما بيعرفوش ينقوا أو يختاروا المركز المناسب للعيب اللي تتوافق مع إمكانياته العالية. كل اللعيبة كانوا رجالة بصراحة. محمد شريف كان مهاجم وهم طول المباراة، إلا إن الحسنة الوحيدة اللي عملها الكرة اللي رقص فيها المدافع بنتايج واداها لحسين الشحات النينجا اللي جابها برضه في الدقايق في الزاوية الضيقة. هو صراحة تخصص محمد صبحي. لسه برضه مستني اخواتنا الاهلاويه والزملكاويه والناس اللي متداريه الزملكاويه. ما تخافوش، انا مش هحفل قوي، يعني الفرحه هتخليني مش قاسي، يعني ممكن يعني ايه احفل 3/4 كده نص. المباراه طبعا بتبدا كل شيء مكتوب طبعا على في التابلت اهو. التابلت بتاعنا اهو، كشكول بتاع حفيدتي وقلم شحتهم منها، بس كتبت كل حاجه فيها. طبعا حفيدتي بتضحك لان انا سالف منها الكشكول والقلم. حبيبه صلاح، اهلا بيكي، اهلا بنت الغالي، حبيبي صلاح حسين، اهلا بيك يا حبيبتي. الشوط الاولاني بيبدا بهجمه لناصر ماهر، هجمه خطيره لجوار العرض، ودي الهجمه يعني البدايه الهجوميه من نادي الزمالك لمده 12 دقيقه. هجمه الدقيقه 12 للاهلي بالراس، كانت النيران الصديقه هتدخلها جول. محمد صبحي طبعا اعصابه باظت بعد هذه اللحظه، الدقيقه 15. اداء غير متوقع من الاهلي مع الدقيقه 17. طبعا الزمالك فضل يحاول طبعا على طول الدقايق دي. الشناوي طبعا مع ضربة الجزاء، الراجل يعني ربنا يكرمه صد ضربة جزاء من عبد الله السعيد، لكن الحكم عليه لغط كبير، يعني تحس ان هو اداؤه فيه لغط كبير. بس الحمد لله انها عدت، يعني ضربة جزاء من وحي الخيال، والدباغ طبعا اللي اتصاب هو السبب فيها، وركلة الجزاء بتتنفذ من عبد الله السعيد ما بيعرفش يجيبها. بيعيدها حسام عبد المجيد، يعني بيحرز هدف جميل، يعني يهدر سعيد ويعوض عبد المجيد.
ربنا يعوض علينا كلنا. طبعا الاهلي كان الاخطر والاشجع، وكان يعني هو التوفيق بس اللي كان ناقصه. سيد فوزي صاحبي وحبيبي، اهلا بيك يا حبيبي، منورني دايما على اللايف. انذار في الدقيقه 38 للحنكوش الكبير دونجا، وهجمه خطيره للاهلي، وبن شرقي بيضيع كوره سهله في الدقيقه 40. طبعا الاهلي اللي قلنا الاخطر والاقدر بالفوز. الدقيقه 44 عبد الله السعيد بيضرب بكوع، وكانت تستدعي انذار على الاقل، يعني مش هنقول طرد، انذار على الاقل. الحكم طبعا تغاضى عنه. ده ركله الجزاء في الدقيقه 45 للاهلي، ملغيه عن طريق الفار. وكان الحكم وطاقم التحكيم طبعا يعني تحس ان هم ايه واخدين رشوه. طبعا احنا بنهزر يعني، مفيش ركنيه الاهلي و10 دقايق وقت بدل ضايع، يعني ميني ماتش تاني بيتلعب. طبعا سيطره من الاهلي، وقلنا نهايه الشوط الاولاني طبعا مع هجوم كاسح للنادي الاهلي. صراحه ملخص الشوط: هجوم وهمي لنادي الزمالك في اول المباراه، بعديه سيطره واحكام من لاعبي الاهلي، وعرض فني راقي لكل لاعبي الاهلي. وهناك علامات استفهام طبعا على الحكم الاسباني اللي ادى ركله جزاء وهميه واعاد اعاده وهميه. ودونجا طبعا زي ما احنا عارفين ان هو لعيب اونطاجي، لعيب اونطاجي قوي، يعني بتاع شو بس. وما اضاعه السعيد عوضه عبد المجيد. ومحمد شريف طبعا مهاجم وهمي بالفعل. بداية الشوط الثاني وبرضه نفس الهجوم الكاسح الأهلاوي اللي من كل أماكن في كل مراكز الملعب. طبعا كوكا يعني قضى على خطورة بيسيرو. طبعا الشوط كله هجوم كاسح وكمون ودفاع شديد جدا وجامد من نادي الزمالك. طبعا هجمة على استحياء للزمالك في الدقيقة 51. ومحمد شريف برضو ما زال مهاجم وهمي بلا تحركات أو خطورة. بنيجي الدقيقة 55 وضربة حرة ضد ناصر منسي تستدعي الطرد للتهور وإصابة اللاعب، والحكم برضو يعني تغاضى عنها، مش عارف ليه. هجوم وما زال الخطر طبعا جاي من الاخ تريزيجيه في الدقيقه 59. طبعا الهجوم كله جاي من ناحيه تريزيجيه، مهاجم طبعا خطير وخبره. وهجمه خطيره من نادي الزمالك في الدقيقه 59 بيخرجها من قدام المرمى اخونا بن شرقي في اداء دفاعي انا مش مصدقه بصراحه. يعني انا مش مصدق الاداء الدفاعي لبن شرقي اللي احنا متعودين عليه. طبعا ان هو حليم الدلوع اللي بيعمل شعره كده وبتاع، بس تلاقيته شرس النهارده صراحه. طبعا في لعبه يعني غير شريفه للاعيب الزمالك. كان لعيبه الاهلي وقفوا عشان كان في واحد من لاعبي الزمالك مصاب في وسط الملعب، فالكرة اترفعت بالخطأ كده، هي كانت تشويحة يعني. فقام الأخ بيسيرو عايز يجري ويروح يلعب يجيب جون، والملعب أصلا فاضي عند النادي الأهلي. لولا إن الأهلي الحكم الحسنة الوحيدة اللي عملها ورجع الكورة وعملها سبت. طبعا ما زال الهجوم
كاسح للاهلي. والدقيقه 66 ما زال برضه محمد شريف تايه، ودفاع جامد مركز في كل انحاء منطقه ال 18 للاعبي النادي الزمالك. وبعدين شفت بقى الدقيقه 68 الكاميرا جت على دكه نادي الزمالك، لقيت خوف واصفرار في الوجه. يعني انا تبني شعور بالثقه وان الاهلي هيرجع تاني ويعمل ريمونتادا عظيمه. طبعا الدقيقه 70 وطبعا الدقيقه 70 وهدف للاهلي يعبر عن الهجوم والسيطره من خلال حسين الشحات اللي هو تخصص محمد صبحي. يعني بنقول تحول درامي في المباراة، وكلمة السر هو حسين الشحات النينجا، الله يبارك له. يعني بيقولوا عليه ابن السلام البار. يعني تحية لكل أهالي السلام والنهضة والعبور عشان خاطر سحس الأمر. طبعا شحات خبرة كبيرة ولعيب مهاري، هو بس اللي كان مكسل اليومين اللي فاتوا ده، انما هو لعيب من طراز مخيف وفريد، مش المهاجم السنتافولا بتاعنا. نزل غير معالم المباراه. كان في هجوم من النادي الاهلي في كل مكان في الملعب وضغط عالي جدا، يعني يشكر اللعيبه ان هم بيأدوا، بس الشحات وخبرته بيقدر يتوغل ويرقص ويستخدم كل مهاراته في تحقيق الفوز والعودة بالنادي الأهلي بالهدف الأول. الدقيقة 74 والمجد للشهداء، ورفع طبعا التليفونات والكشافات المضاءة، رحمة الله على شهداء النادي الأهلي ونادي الزمالك. أنا نسيت أقول إن كان في الدقيقة 20 تم رفع التليفونات المحمولة والكشافات المضاءة برضو، يعني تمجيدا لشهداء نادي الزمالك ونادي الاهلي. عبد الله السعيد وناصر ماهر خلصوا البنزين، والدقيقه 75 وبيسيروا متعطل خالص. يعني انا اول مره اشوف الولد ده، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الدقيقه 76 طبعا ضربه جزاء للاهلي، صالح حسين الشحات النينجا اللي قلب المباراة وبيحرز الهدف ويلعب ضربة جزاء تريزيجيه اللي عاد إليه الثقة من جديد وأثبت إنه لعيب من طراز فريد. يعني الهدف الثاني في الدقيقة 78. الدقيقة 80 طبعا والزمالك بيحاول ولسه بيحاول، بس مش عارف تقريبا، يعني عايز مقاويات. يعني بنقول يعني والله كتر خير الدنيا. الدقيقة 84 تبديل للزمالك بمهاجم وينج طبعا الفتوح، ونزول برضو أحمد عبد القادر وديانج للحفاظ على النتيجة، وتوقيف المهاجمين من على الأطراف الناحية الشمال بالذات اللي هي يمين الزمالك اللي هي فيها نقط القوة. طبعا عبد الله السعيد يلفظ أنفاسه الأخيرة في الدقيقة 89 وبينزل أحمد رضا، و8 دقايق وقت محتسب بدل ضايع، هجمة حلولة للزمالك. أنا كاتبها كده هجمة حلولة، يعني في الأون طبعا في الدقيقة 93 وتيجي في العرض. الدقيقة كام؟ الدقيقة 95 وبعدين تبديل وينزل عمر كمال وأحمد رضا. ولد صغير بقى اللي لفت نظري، ولد صغير من مشجعي الزمالك في المدرجات،
كان يبكي بكاء مرا. يعني صعب عليا انا شخصيا. وهنا نقول ان كرة القدم دي مش مجرد لعبة، لا، دي كرة القدم بالنسبة للمصريين يعني بمثابة حياة. الولد قاعد بيبكي كأن يعني الست والدته يعني توفاها الله. يعني بنقول له يا ابني هارد لك، وكرة القدم يوم ليك ويوم عليك آراء الأخت ذكرى. يعني كوكا طبعا قلنا ان هو بعد الشحات واحد ابطال المباراه، واكتشف له مكان جديد عماد النحاس نظرا للظروف الصعبه اللي بيقع فيها الاهلي نتيجه الاصابات. وهناخد شفطه شاي. والله حاجه جميله ده بالنعناع. يعني بنقول بقى ان عمر كمال بيضيع هدف اكيد من تمريره ديانج في الدقيقه 98. يعني تخيل يا مؤمن الاهلي بيهاجم من الدقيقه 12 الدقيقه 98 او 99. طبعا انا سايب الشاشه ورايا عرض الفرص للنادي الاهلي والهجوم الكاسح وضربه الجزاء الوهميه للدباغ. طبعا الوقت خلص وما زال الحكم كان مستمر للدقيقه 99، وبنقول بتنتهي القصه رقم 131 وفوز تاريخي وريمونتادا اكتر من رائعه لبطل قد يتاخر ولكن لا يغيب. واقول للاخوه الزملكاويه كلمتهم المشهوره: معلش 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 معلش. كانت بحلمي منورني على اللايف. ارجو انك تستمتع معانا. انا قدمت اللايف شويه. طب يا سيدي حلاوتك انت يا خالد بيه. انا قدمت اللايف شويه كده من فرحتي، وعسى الله خير. دي احدى الاغاني بتاعتي. بقول عسى الله خير. اخواتنا الزملكاويه تايهين ومش عارفين يروحوا على فين، ولا عارفين ايه، ولا جايين منين. انا برضو عذرهم. يعني انا كنت هطلع اللايف بعد المباراه ما تخلص بساعه عشان اتمالك اعصابي لو حصل في الامور امور، لكن ربنا ستر والاهلي ما كسفنيش وفاز على الزمالك بريمونتادا ولا اروع من كده. عايز بقى اشوف مين الاخ ابو ياسين وحسام بيه يوسف المحترم وجمال بيه الجمل اللي مش عايز يظهر، ومش عارف مين عبد الكريم اللي كان بيتكلم عليه. يعني انا ما قدرتش افسر مين عبد الكريم ده اللي كان عايزه يطلع يعني يشوف ده هدف ولا لا. يمكن كاميرا مان اللي هو في الملعب يمكن قريب ولا بتاع. ويحيى طبعا مش لاقيينه، لسه بندور عليهم اخواتنا الزملكاويه. مش عارفين هم فين. محمد بيه جايين طبعا العاقل في مشجعي نادي الزمالك، ووجه لسيادته يعني التحيه من هنا، وبقول لهم يعني تعالوا نتناقش في مين اللي لعب احسن، وايه اسباب فوز الاهلي، وايه اسباب فوز الاهلي، واسباب هزيمه الزمالك. اعتقد ان المشهد اللي فات ده ودونجا بيعمل الشو بتاعه وجر معاه حسام عبد المجيد ده احد اسباب الهزيمه ورجوع النادي الاهلي بمعرفه النينجا حسين الشحات والرائع والخبير تريزيجيه. تريزيجيه يستحق اسم اللعيب الكبير والعالمي تريزيجيه، اللاعب الفرنسي الفذ. انما دونجا لا يستحق اصلا اسمه الحقيقي. انا ما اعرفش اسمه الحقيقي صراحه. النحاس مش هقدر اقول ان هو تفوق على يانيك مدرب الزمالك، لكن انا اعتقد
أن هناك من أوحى للنحاس بهذه الخطة، لأن الخطة دي كبيرة قوي على عماد النحاس، وأنا بقولها بمنتهى الصراحة. أعتقد أن وليد صلاح الدين ضالع في خطة اللعب بتاعة النادي الأهلي النهاردة، لأن ده مش أسلوب عماد النحاس ولا فكره ولا تخطيطه. أنا بقول إن إحنا ناخد شفطة شاي تانية لغاية لما إخواتنا الزملكاوية إحنا لسه بندور عليهم في اللايف مش لاقيهم. يعني خليك شجاع. يعني الأخ بدوي طبعا إحنا مش لاقيينه، مستخبي هناك في الكويت، عايزينه يطلع يعني إيه يدلي بدلوه في اللايف دون. بنقول له أنت فين يا عم بدوي؟ يا عم بدوي أنت فين؟ يعني كان نفسك أنت تحفل النهارده، بس يعني كل شيء نصيب يا ابني، كل شيء نصيب. كان نفسنا والله يعني نخدمك، بس انت يعني مستخبي فين؟ عسى الله خير. ابو ياسين مازال مستخبي. يا ريت عم رضا يقول له يعني يطلع من الام والجحر اللي هو مستخبي فيه. يعني انا مش عارف دلوقتي الساعه 11 ولا لسه. الساعه جت 11 عشان ايه؟ ما يبقاش عنده حجه. يعني بنقول طبعا ان الساعه 11 دي جت تقريبا، ولو كانت حجته ان اللايف كان اعلنت عنه في الساعة تمام الساعة 11 مساء تكون حجة ايه واهية. والباشا جمال الجمل يعني عايزينه يطلع ويهدى أعصابه، عشان الراجل مريض سكر طبعا كلنا بنخاف عليه، انه يعني صحته أهم من أي مباراة. وبنقول لإخواتنا الزملكاوية هارد لك، ودي الرياضة يعني يوم ليك ويوم عليك. هارد لك يعني نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك الخبطة كانت جامدة شوية، وخصوصا إن نادي الزمالك أحرز الهدف الأول من ضربة جزاء يعني مشكوك في أمرها صراحة، لكن ما زلنا بندور على إخواتنا الزملكاوية اللي هربانين من اللايف. بنقول لهم ألف سلامة عليكم. يعني انتوا فين؟ خير؟ غيابكم مخلينا قلقانين عليكم يا جماعة. الساعة 11 و5 11 ل5 طبعا هنتسلى معاكم في ال5 دقايق دول، عشان ما يبقاش في حجة لاخواتنا الزملكاوية ان هم ما طلعوش معانا. وهيستمر طبعا التحفيل، وطبعا هنقفل التابلت بتاعنا اللي احنا شاحتينه، وهنتكلم مع بعض في المباراة الأسباب المنطقية لفوز النادي الأهلي. أول سبب أساسا الصمت ما قبل المباراة، وإن في انضباط ومعسكر، وفيه وليد صلاح الدين مدير كورة يستحق ان يبقى مدير كورة، ويستحق ان يبقى مدير نادي، ويستحق يبقى رئيس نادي، ويستحق كل خير. لان الراجل ده اولا ده كان لعيب فذ حريف. للناس اللي هم ما حضروش وليد صلاح الدين في عزه، كان ده يعني خليفة، بيقولوا عليه خليفة الخطيب. بالإضافة إن الرجل بيحمل في طيات عقله فكر تدريبي راقي جدا، وفكر إداري أكثر رقي. فكان المعسكر المقام برعاية وليد صلاح الدين، والانضباط اللي حصل والصمت
زي الصمت الانتخابي كده ما قبل الانتخابات ب 48 ساعه. والصمت اللي حصل كان احد اسباب التركيز مع لاعبي النادي الاهلي. بالاضافه الى الثقه والروح اللي غالبا عادت للنادي الاهلي بعد ما نزلوا ولمسوا الكوره وحسوا بالملعب وحسوا بالمسؤوليه وبصوا على الجماهير. وفي المقابل طبعا نادي الزمالك اصابه الغرور برغم الالتزام الدفاعي الرهيب، وطبعا المبالغه في الدفاع من مدرب الزمالك هو اللي ادى لان الامور تتفاقم وان الاهلي يعود من بعيد ليفعل ريمونتادا ولا اروع من خلال الريمونتادات اللي عملها الاهلي الكتيره والسابقه. الزمالك عنده لعيبه يعني خلاص عفى عليها الزمن، يعني جابر ودونجا ده يعني شو تايم، يعني ومن شو يشتغل في الاعلانات احسن. يعني صراحه مش عارف له اصلا مركز ولا هو بيلعب ايه اساسا، هو مجرد بس يحفل واحتفالات وشو. انا ما كنتش احب كهربا بسبب الحاجات اللي بيعملها دي، وقعد علم امام عاشور يعمل اسد ويعمل فرخه ويعمل نمر. ما بحبش انا الكلام ده، بحب انا اللعيب احتفل وكل حاجه، بس ما تبقاش تعمل عرض او شو يعني تحفل بسفاله على زميلك من الفريق المنافس جوه الملعب. انا احب ان اللعيب يعني يحفل باللعب على المنافس بتاعه، انما بالطريقه اللي هم بيعملوها دي يعني اللي هي الشو والاستعراض. المهم نرجع نقول ان اهلا يا ست شوشو، نوراني يا حبيبتي بنتنا العزيزه. وتقريبا بس قرايبي اللي جم اللايف ده، انما اصحابي الزملكاويه اللي كانوا مالين اللايف امبارح عمالين يعني بيستعدوا للتحفيل هم اللي موجودين معايا في اللايف امبارح، انما النهارده انا مش لاقيهم خالص. طبعا نبعت تحيه للاخ عبودي صديق البرنامج وصديقنا على اللايف. بنقول لعل المنع خير، وعدت الساعه 11 طبعا، ومفترض ان هم يبقوا موجودين ومتواجدين. يعني انا عايز ابو ياسين يطلع بس يعني عشان نحفل، والاخ بدوي سالم يعني كلمنا من الكويت عشان نطمن على اهل الكويت وعلى الاهلاويه اللي في الكويت. محمد بحافظ يعني ده شيء يشرفنا ان سعادتك تحضر اللايف بتاعنا كاهلاوي عظيم وكبير. ومحمد بحافظ من الناس الاهلاويه الصميمه جدا 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 جدا، مش من المتحولين يعني. كنا بنتكلم محمد بيه عشان انت ما حضرتش اللايف من بدري حبيبي، والله انت يا محمد بيه ما حضرتش اللايف من الاول. قلنا ان الزمالك باختصار كده يعني هاجم 12 دقيقه فقط، وبعد كده هجوم كاسح وسيطره في كل مراكز الملعب. الزمالك راح ب6 هجمات، منهم واحده اللي هي ضربه جزاء خياليه. طبعا الحكم كان ليس على المستوى المأمول، وانه كان حكم يعني ضربه جزاء خياليه طبعا للدباغ، وكان المفروض ناصر منسي يطرد وعبد الله السعيد على الاقل ياخد انذار او يطرد برضه،
لانه ضربه ضربه مقصوده بالكوع في وش تريزيجيه. والاخ ناصر منسي ضارب بالرجل وش تريزيجيه برضه. يبقى الكلام هنا يقول ان تريزيجيه كان النقطه الفارقه في الشوط الاولاني طبعا. والشوط الثاني نزل لنا النينجا طبعا حسين الشحات اللي قلب موازين المباراه، وكان على قدر المسؤوليه. طبعا هو تخصص محمد صبحي زي ما قلنا في الزاويه الضيقه طبعا، يعني هو جاب. وطبعا المهاجم الوهمي بتاعنا محمد شريف اللي بنقول له يعني حسنه الوحيده ترقيصه وباصه لحسين النينجا اللي جابها في الزاويه الضيقه بالتخصص في محمد صبحي بتاع الامور، اللي هو ده بتاع اللوتريه ده ولا اسمه المراهنات. وبرضه حسين الشحات هو قلنا السبب في ضربة الجزاء الصحيحة 100%. وطبعا ابن صغير أهلاوي طبعا حتى النخاع جاي فرحان، مع إني زعلان منه جدا، بس هو جاي فرحان عشان أهلاوي صميم وجاي من بره بزعبيبه. محمد بيه ربنا يكرمك، يعني روعة التحليل ده يعني والله بتيجي منكم انتوا، يعني من المتابعين واللي موجودين معايا في اللايف بيحتفلوا معايا، الاهلاويه اللي بيحتفلوا معايا بفوز مستحق للنادي الاهلي من زمان قوي، يعني من كاس العالم للانديه، وبعد التعادل مع الفريق البرتغالي 4-4 احنا ما لعبناش كوره. يعني كان ريبيرو مدرب فاشل، لكنه كان مدرب احمال ومدرب تدريبات تقريبا كده على قده. برضو ما زلنا منتظرين، والساعه تخطت كتير، الساعه 11 ولسه مستنيين اخواتنا في الله الزملكاويه يحضروا عشان نناقش معاهم لماذا فاز الاهلي. السؤال طبعا الحلقه لماذا فاز النادي الاهلي ولماذا اخفق نادي الزمالك برغم جاهزيته. انا اقول لكم ان الغرور يا صديقي يؤدي بالبني ادم للهلاك. الغرور ده آفة الفشل وآفة الانهزام وآفة هبوط العزائم. يعني اوعى تغتر ابدا بقوتك مهما كنت كبير او قادر. لازم تتعلم البساطة والتواضع حتى وانت كبير، حتى وانت قادر، حتى وانت فايز. يعني بقول للناس، انا بديهم يعني ايه تصريح لاخواتنا الزملكاويه، ما تخافوش اطلعوا والله مش هحفل عليكم، يعني انا مش هحفل خالص، بس تطلعوا بس اشوف شكلكم على اللايف. وعم رضا يعني يقول ياسين يطلع من، او عمرو بيه يجي اللايف يحضره. طبعا عمرو بيه شجاع طبعا وممكن يحضر اللايف معانا، بس انا عايز ابو ياسين مخصوص، وعايز ابو يحيى اقول له لا اسكت الله لك حسا. وحسام بيه كان بيقول لي امبارح يا ريت تقرب اللايف يبقى الساعه 10، وقعد يضحك بقى، بعت لي ايموشن كده ضحك، يعني بيحفل عليا من قبل التحفيل ب 24 ساعه. اقول له حسام بيه هارد لك، ان شاء الله نتقابل في مواقع اخرى. وانا قلت امبارح ان دوافع نادي الاهلي اعلى واكبر. محمد بيه جاهين منورني والله، كنت مستني سيادتك، بس انا جبت سيرتك طبعا، والبوست الرائع اللي انت نشرته على صفحتك الشخصيه ان يا رب يطلع تعادل عشان محدش يزعل من حد. انا عارف واثق فيك تماما ان انت رجل يعني متوافق مع نفسك
بتحب الرياضه، بتحب نادي الزمالك، بس ما انتش اوفر يعني، او متطرف في مشاعرك تجاه ناديك زي يعني. بس انا يمكن بحب اتفشخر قليلا بالنادي بتاعي لما بيفوز، وبشرب بحتسي الشاي الان. مع الشاي بالنعناع. ونرجع لمرجوعنا. طبعا محمد بيه شاهين من الزملكاويه الشجعان اللي ظهروا في اللايف، بس انا ما زلت في انتظار اخواتنا اللي مستخبيين في مصر وفي الدول العربيه، خاصه دوله الكويت. مستني الاخ بدوي. طبعا هيقول لي انا كنت في الشغل وطبعا ما شفتش ولا عرفت. لا يا حبيبي، انا سايب لك خبر. كان الساعه 11، دلوقتي الساعه 11 وتلت ولا حاجه، وانا فاتح لايف من 10 ونص و5 تقريبا، وانت لسه ما حضرتش حتى الان. ابو ياسين وابو يحيى وجمال الجمل والكل كليله. طبعا انا كنت عايز اكتب لسته بالحضور باخواتنا الزملكاويه عشان استدعيهم قدام الناس، وحتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل. يعني الناس يقول لك اصل احنا ما جالناش رسول. لا لا، جالك رسول. وانا بعت لك نداء. اهلا زيزو صاحب السعاده، رجل الشوكولاته الاول في مصر. يعني بنوجه تحيه لزيزو. منور انت يا حبيبي على اللايف بتاعنا. طبعا احبك في الله. طبعا الاخ زيزو هو يعني مندوب السعاده، يعني مندوب الشوكولاته في مصر. ولد محترم شجاع بيكافح في الحياه. اهلا بيك يا عم زيزو. نرجع للموضوع بتاعنا. بس انا ما اعرفش انت زملكاوي ولا اهلاوي يا زيزو. يا ريت تقول لي يعني اذا كنت زملكاوي او اهلاوي عشان ابتدي اتعامل معاك من هذا المنطلق. يعني هل ساحفل عليك ام ادخلك معانا في مجموعه محبي النادي الاهلي. طبعا هنرجع ونقول احنا لسه بندور في اللايف على اخواتنا الزملكاويه، وهندردش بقى شويه كده لان ما عجبنيش عماد متعب وهو منهار ما بين الشوطين. يعني اشرف قاسم قال كلمتين وخلاص. قال ان الزمالك اكثر جاهزيه واستغل الفرصه اللي جات له وجاب احرز هدف بتاع ضربه جزاء غير صحيحه. انما ما عجبنيش ولاول مره عماد في الكلام اللي قاله انه مش عارف يتكلم. يعني يقول انا مش عارف ايه اللي حصل وايه اللي حصل. يعني ايه يعني الاهلي ايام الاهلي دخل فيه جوان ورجع تاني وعمل ريمونتادا من جديد. وانت يا عماد يا متعب، ما انت ياما ساهمت في عودات كتير من النادي الاهلي. بس انا عذرك ان ما يبقاش عندك ثقه في لعيبتك، لان كان في انهيار للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت لا يوحي ابدا بان نادي الاهلي ممكن انه يرجع، لان كان هجومه سلبي طول الوقت اللي فات الفترات السابقه. مفيش فاعليه طبعا لكل اللعيبه، تحس ان اللعيبه مستسلمه للهزايم وللاداء الهزيل والرديء للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت. لا بقول لك يا عماد، يعني انا بقى بقول لك يعني لازم تعيد الثقه في لعيبه النادي الاهلي من جديد، وان انت لازم تبقى مبسوط فرحان وفخور بلاعيبتك، خاصه اللعيبه المميزين اللي يعني شرفوا
الكرة الأهلاوية والكرة المصرية. وده يعني المباراة طبعا في مجملها رغم سيطرة الأهلي إجمالا، إلا إن بنقول إن المباراة كانت على المستوى التكتيكي مباراة كبيرة وعظيمة شرفت الكرة المصرية على المستويين المحلي، ومش هنقول العالمي، العربي. يعني بنقول لاخواتنا في الخليج ان احنا عندنا كوره رائعه، احنا عندنا قمه كره القدم في الشرق الاوسط، واحنا ملوك العرب في كره القدم. وبيثبت ده ان احنا متفوقين على مستوى الانديه، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنقول لكم ان احنا هنبقى متفوقين على مستوى المنتخبات. سعيد معاكم النهارده، بحتفل معاكم باللايف التاني في حياتي الكروية، فوز مستحق للنادي الأهلي، ريمونتادا، مش مجرد ريمونتادا للفوز على الزمالك 2-1 وكان ممكن السكور يزيد، ولكن هي ريمونتادا للروح اللي فقدها النادي الأهلي بقاله شوية. يعني كل التحية والتقدير لكل الناس حتى لو كانوا قليلين، بس هم كلهم قامات وناس ليهم معزة كبيرة على قلبي، وبشكرهم طبعا انهم حضروا معايا اللايف واحتفلوا معايا بفوز الفوز الكبير والرائع للنادي الأهلي. وبرضه بسأل، وهناك تساؤل بسأله، فين الزملكاويه اللي مستخبيين محليا وعربيا؟ يعني كنت معاكم وسعدت بيكم، واشوفكم ان شاء الله في اللايف الجاي في قمم اخرى ان شاء الله، وفوز مستحق النادي الاهلي في القمه رقم 131. دمتم في امان الله ورعايته. كان معكم المشجع خالد فضل. سلام عليكم.